حسام عبد المجيد عمل انفولو لشيكابالا. بنسبه كبيره حصل العكس، ان شيكابالا هو اللي شاله. واحنا عارفين بقى اللي بيحصل لما شيكابالا بيشيل لعيب من عنده في الزمالك. يعني انت عارف بيحصل ايه الموسم اللي بعده على طول. بوست كده شفته منتشر، قلت عادي يعني ممكن يبقى هما مش عند بعض، مع ان ده غريب. المهم بفتح كده اكونتات اللعيبه كلها، لقيت كل اللعيبه منزله ستوريهات لشيكابالا وبيودعوا فيها شيكابالا عشان الاعتزال. المهم دخلت عند حسام عبد المجيد، لقيته منزل 3 ستوريهات كده ملهمش اي علاقه بشيكابالا، ومش منزل له اي بوست او اي ستوري بيودع فيه شيكابالا كابتنه في نادي الزمالك واسطوره نادي الزمالك. فاستغربت، قلت لا كده الموضوع ده حقيقي. ايه يا حسام عبد المجيد مالك؟ يعني شايف نفسك ليه شايف نفسك؟ حسام عبد المجيد دوت ياما خسرنا بطولات، ياما ضيعنا بسبب مستواه، مجرد بس ما ربنا كرمه وبسبب وقفة الجمهور وراه. اعتقد دلوقتي هو شايف نفسه، يعني انا اعتقد كده. ما نزلتش بوست لشيكابالا عشان خاطر اعتزاله، اللي انت اتوقع انت كنت ممكن يعني تبوس جزمته علشان خاطر بس تطلع تتمرن جنبه، مش هقولك حتى تلعب معاه في الفريق الاول. بجد يا عالزمن يا عالزمن لما يدي الجعان او يدي اللي ما يستاهلش. هي في اشكال كده يا جدعان لما ربنا بيكرمها بتتبطر او بتشوف نفسها او العظمه بتاخدها. تاخدك على ايه يا ابني؟ انت عادي لعيب زيك زي غيرك، لعيب ممكن اقول لك كويس عادي، مش اخر لعيب في الدنيا يبقى كويس، ولا انت احسن مدافع في افريقيا. يعني انت مدافع كويس بسبب مسانده جمهور الزمالك ليك. اديك شفت انت كان شكلك عامل ازاي اول ما لعبت في الفرقه. الجمهور تقريبا استحملك 3 سنين ولا حاجه عشان خاطر بس تعرف تدافع، مع انك طالع من ناشئين الزمالك. يعني المفروض انت تبقى طالع جاهز اصلا على اللعب. بجد يا عالزمن يا عالزمن لما يدي، خلينا نقول اللي ما يستاهلش، عشان ايه؟ مش ناقصه.